أهلا بطلبتنا، وتحديدا طلبة السنة الثالثة في تخصص البيولوجي في هذه الجلسة للغوص العميق في النشأة التطورية للنباتات. أنا متحمس جدا لنأخذكم اليوم في هذه الرحلة، لأننا عادة عندما ننظر إلى غابة كثيفة نحن نرى النتيجة النهائية فقط. صحيح، نحن نرى الأشجار الشاهقة والأوراق العريضة والنظام البيئي بأكمله يبدو وكأنه كان موجوداً هكذا دائماً. وأنا سعيدة جداً بوجودي معكم اليوم لتفكيك هذا التاريخ المذهل. بالضبط، نحن كمهندسين ننظر إلى ناطحة سحاب مكتملة وننبهر بالواجهة الزجاجية، وننسى تماماً كيف تم وضع حجر الأساس الأول. دعونا نتخيل الأرض قبل مئات الملايين من السنين. لا توجد تربة زراعية ولا ظل مريح، فقط صخور عارية وأشعة فوق بنفسجية حارقة. ومسطحات مائية تعج بالحياة، لكنها حياة تخشى الخروج إلى اليابسة، لأن الخروج في تلك الحقبة كان ببساطة الجفاف والموت، كان بمثابة انتحار بيولوجي حقيقي. الأرشيجونيات وتطور النبات للأستاذ الدكتور سامي حسين ربيع ستأخذنا في هذا المسار، مسار الناجين الأوائل. نعم، وهي مهمة شيقة جدا. سنرى كيف اضطرت الحياة النباتية الأولى التي كانت مجرد كائنات خضراء بسيطة تزحف على الطين أن تعيد هندسة نفسها بالكامل لتنجو. إذن لنبدأ من نقطة الصفر البيولوجية. كيف نجت تلك النباتات الطحلبية البسيطة من خطر الجفاف المحتم؟ المصادر تضع أمامنا مجموعة تعرف باسم الأرشيجونيات. الأرشيجونيات بالضبط، والاسم هنا يأتي من ابتكار مذهل اشتركت فيه هذه المجموعة، وهو هيكل يسمى الأرشيجونا. حسناً، دعونا نفكك هذا قليلاً. عندما أحاول رسم صورة ذهنية لهذا الهيكل في أذهاننا، أراه كقبوة أو ملجأ رطب محصن تحت الأرض، مصمم لغرض واحد فقط، وهو حماية الجيل القادم. فكرة الملجأ تصف تماماً ما حدث. الأرشيجونا هي باختصار عضو التأنيث، لكنها لم تعد مجرد خلية مكشوفة كما كان الحال في الطحالب المائية. واو، تم تغليفها؟ تماماً، لقد تطورت لتصبح تركيباً متعدد الخلايا يشبه القارورة. لها جزء سفلي منتفخ يسمى البطن، وهذا الجزء يحيط بالبويضة ويحميها بغلاف من الخلايا العقيمة التي تمنع تبخر الماء. وفوق هذا البطن يوجد عنق طويل، صحيح؟ صحيح. في البيئة المائية السابقة لم تكن هناك حاجة لكل هذا التغليف، لكن على اليابسة الهواء الجاف هو العدو الأول. هذا القبو كان الحل الهندسي الأول لحفظ البويضة في بيئة رطبة. طيب، لحظة واحدة، دعيني أتوقف عند هذه النقطة، لأن هناك تفصيلة تبدو لي وكأنها تناقض صارخ جدا. تفضل، ما هو؟ هذه النباتات استطاعت الزحف إلى اليابسة وبنت هذا القبو الآمن والمحكم للبويضة، عظيم. لكن السابحات الذكرية التي تخرج من عضو التذكير أو الأنثريد لا تزال تمتلك أصواتاً وتحتاج فعلياً إلى السباحة في الماء للوصول إلى البويضة. هذا يطرح سؤالاً مهماً فعلاً. أليس هذا تناقض؟ كيف يمكن لكائن أن ينتقل للعيش على اليابسة ولكنه يصر على التكاثر بطريقة الكائنات المائية؟ أليس هذا التصميم محكوماً عليه بالفشل إذا لم تمطر السماء؟ شوف، هذه المعضلة تمثل جوهر ما نعرف بالمراحل الانتقالية في التطور. التطور لا يصنع كائناً جديداً من العدم بلمحة بصر، بل يعدل على ما هو موجود. كانت تعيش بشخصيتين تقريباً. بالضبط. هذه النباتات البدائية توصف أحياناً بأنها البرمائيات النباتية. كانت تمتلك أقداماً على اليابسة، ولكن لها تاريخ عميق في الماء. لكي تنجح السابحات الذكرية كانت تعتمد على قطرات الندى أو أغشية رقيقة من مياه الأمطار. وكيف كانت تعرف طريقها للقبو؟ المسافة قد تكون شاسعة بالنسبة لخلية مجهرية. هنا يأتي السحر الكيميائي. ما يحدث داخل عنق الأرشيجونا مذهل. عندما تنضج البويضة تتحلل الخلايا القنوية الموجودة داخل العنق وتتحول إلى مادة هلامية أو لزجة. مادة هلامية؟ نعم، وتحتوي هذه المادة على مركبات كيميائية محددة جدا مثل حمض المالك. هذه المادة تعمل كمسار مائي كيميائي
أو ما يسمى الانجذاب الكيميائي لجذب السابحات الذكرية ذات الأصوات للسباحة مباشرة نحو القبو. يا إلهي! إذن هي تبني مسبحاً كيميائياً مؤقتاً فقط لتسهيل مرور الحيوانات المنوية. هذا ذكي جداً. حياة هذه النباتات منقسمة إلى كائنين مختلفين تماماً يعيشان معاً. هذا وصف دقيق. في هذه المرحلة الانتقالية، النبات الأخضر الذي نراه والذي يسيطر على المشهد هو الطور المشيجي أحادي الصيغة الصبغية، بينما الجيل الآخر الطور الجرثومي هو مجرد طفيل يعيش متطفلاً عليه بالكامل. يعني الطور المشيجي هو العائل الأساسي؟ تماماً. لنأخذ أبسط أنواع الحزازيات المنبطحة كمثال نبات الريشيا. الطور المشيجي في الريشيا هو السيد، هو الذي يقوم بالبناء الضوئي ويثبت نفسه في الأرض. وماذا عن الطور الجرثومي في الريشيا؟ عندما يحدث الإخصاب داخل الأرشيجونة وتتكون اللاقحة أو الزيغوت ثنائي الصيغة الصبغية، هذا الزيغوت لا يترك النبات الأم أبداً، ينمو داخله ليصبح الطور الجرثومي. بدون جذور أو أوراق؟ بلا أي شيء. لا جذور، لا أوراق، ولا حتى بلاستيدات خضراء. هو يعتمد كلياً على الطور المشيجي في الماء والغذاء، وكل وظيفته تكوين محفظة مليئة بالجراثيم، ثم يموت وتتحرر جراثيمه لتبدأ الدورة. واو! الطبيعة حقاً لا تتوقف عن التجربة، لكن النمو ككائن بسيط منبطح لا يمكن أن يكون نهاية القصة. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً إذا نظرنا للحزازيات كمختبر مفتوح للتجارب. صحيح. الريشيا كانت مجرد ثالث بسيط أشبه بخيمة من طبقة واحدة، لكن التطور مستمر. بالضبط. دعونا نقارنها بنبات آخر من نفس العائلة وهو الماركينتيا. الانتقال من الريشيا إلى الماركينتيا يشبه الانتقال من خيمة بسيطة إلى مبنى، مبنى به نظام تهوية متكامل ومنجنيق ذاتي. ما يثير الاهتمام هنا هو التمايز النسيجي. الماركينتيا لم تكتفي بخلايا متطابقة كما في الريشيا. السطح العلوي للنبات تطور ليشكل غرفاً هوائية للتهوية، تفتح على الخارج عبر ثغور بدائية. ثغور كأنها نوافذ للتهوية؟ تماماً، مثل نظام تكييف مركزي يسمح بتبادل الغازات الضرورية للبناء الضوئي دون فقدان الماء. والنصف السفلي أصبح نسيجاً تخزينياً للنشا، وتخرج منه أشباه جذور معقدة. هذه هي الإرهاصات الأولى لتقسيم العمل داخل جسم النبات. هذا التخطيط العمراني مذهل، والأكثر إثارة هو التكاثر في الماركانتيا. بدلاً من ترك الأعضاء مدفونة في الطين، الماركانتيا طورت حوامل متخصصة تشبه مظلات صغيرة معلقة في الهواء. نعم، المظلات التناسلية. وبداخل علبة الجراثيم ابتكرت الماركانتيا شيئاً رائعاً للمساعدة في قذف الجراثيم، يسمى النثرات أو الإليترز. النثرات؟ طيب، هل يمكن أن تشرحي لنا كيف تعمل هذه النثرات ميكانيكياً؟ لأنني قرأت أنها حساسة للرطوبة. هي بالفعل استثمار عبقري في الفيزياء. النثرات عبارة عن خلايا استطالت وتغلظت جدرانها الداخلية في شكل حلزوني أو لولبي. شكل لولبي مثل الزنبرك؟ بالضبط، وهي حساسة جدا للرطوبة. عندما يكون الجو رطبا تلتف هذه النثرات وتنكمش، وبمجرد أن يجف الهواء، وهو بالمناسبة الوقت المثالي لنشر الجراثيم لتطير بعيدا، تفقد النثرات ماءها وتنفرد بقوة؟ تنفرد فجأة وبقوة شديدة. هذه الحركة الميكانيكية تعمل كمنجنيق دقيق يضرب الجراثيم ويقذفها خارج المحفظة لتلتقطها تيارات الهواء. منجنيق ذاتي يعمل بالرطوبة؟ هذا خيال. لكن طيب، رغم كل هذا التعقيد في الماركانتيا، النمو منبطحاً على الأرض له حدود. للحصول على ضوء الشمس كان على النباتات أن تقف عمودياً، أليس كذلك؟ أكيد، وهنا نصل إلى الثورة العمودية. للوقوف ضد الجاذبية أنت تحتاج إلى أنابيب صلبة ترفع الماء للأعلى. السباكة الداخلية. السجل الحفري يخبرنا عن العصر السيلوري وظهور النباتات الوعائية البدائية، وتحديداً نبات كوكسونيا، كأنه أول ناطحة سحاب نباتية. الكوكسونيا هو أقدم نبات وعائي معروف. التطور قدم هنا مادة كيميائية غيرت مجرى الحياة، وهي الليجنين.
الأنابيب البسيطة لا تتحمل ضغط سحب الماء، ستنهار. لكن اللجنين عمل كالإسمنت المسلح. ليدعم الخشب. صحيح، تغلظت خلايا الخشب باللجنين فأصبحت صلبة لتحمل الضغط السلبي، ووفرت دعامة هيكلية للوقوف. وبجوار الخشب تطور اللحاء كشبكة أخرى لتوزيع الغذاء. طيب، سؤال هنا، وهذا دائما يثير فضولي. نحن نتحدث عن حفريات عمرها مئات الملايين من السنين. كيف يمكن لحجر أن يخبرنا عن تشريح داخلي دقيق لنباتات مثل الرينيا أو الزستر؟ سؤال ممتاز. السر يكمن في ظاهرة الاستحالة المعدنية أو التحجر. في صخور رينيا مثلاً، كانت هناك ينابيع حارة غنية بالسيليكا. عندما ماتت هذه النباتات، المحاليل الغنية بالسيليكا تخللت الخلايا. يعني حلت محل المادة العضوية. خلية بخلية تبلورت السيليكا وحفظت النبات بشكل ثلاثي الأبعاد قبل أن يتحلل. هذا يسمح لعلماء اليوم برؤية أدق التفاصيل الخلوية للنسيج الوعائي، وكأن النبات مات بالأمس. يا لها من كبسولة زمنية. وفي هذه المرحلة حدث التحول التطوري الأهم. انعكست الآية تماما. تقصد انقلاب السيادة بين الأجيال؟ بالضبط. الطور الجرثومي الذي كان مجرد طفيل في الحزازيات أصبح هو السائد والمستقل، وتراجع الطور المشيجي. لماذا حدث هذا الانقلاب؟ هذا لأن الجيل الجرثومي مزدوج الصبغيات أو 2N. تخيل أن بيئة اليابسة مليئة بالأشعة فوق البنفسجية التي تسبب طفرات. الطور المشيجي أحادي الصيغة، أي تلف في جين يعني الموت. لكن المزدوج لديه نسخة احتياطية؟ بالضبط، نسختان من كل جين. هذه الحماية الوراثية جعلت الجيل الجرثومي أقدر على التكيف مع قسوة اليابسة وبناء أنسجة معقدة كالأوعية الخشبية. عظيم. الآن النبات يقف طويلاً ولديه أوعية تنقل الماء، لكن سيقانه العارية لا تكفي لعملية البناء الضوئي. كان لابد من اختراع الألواح الشمسية، أقصد الأوراق. وهنا نستعرض النظريات التطورية للأوراق. لنأخذ أولاً نظرية التولوم للعالم زيمرمان نظر إلى الأوراق الكبيرة أو الميكروفيلية، صحيح؟ نعم، فسرها عبر سلسلة من العمليات. بدأت بتفرعات ثنائية بسيطة تشبه حرف واي، ثم حدث الاعتلاء حيث نما فرع أطول وأقوى من الآخر ليكون محوراً أساسياً، ثم الاستواء لتصبح كلها في مستوى واحد. صحيح. والخطوة الأخيرة والأهم هي التعنكب أو التنسج. تعنكب، هذا ذكرني بتشبيه أعجبني جدا. تماما كما تطولت الأقدام المكففة للبطن من أصابع منفصلة امتلأت بالفراغات بينها بنسيج، اتحدت فروع النباتات بغشاء لتكوين نصل الورقة الشاسع. تشبيه ذكي جدا ومطابق لما حدث. الأنسجة نمت بين الفروع وكونت الورقة الكبيرة. لكن على الجانب الآخر هناك نظرية النتوء للعالم باور. لتفسير الأوراق الدقيقة مثل نبات الليكوبوديوم. بالضبط، باور يرى أن الأوراق الدقيقة بدأت كلتوءات شوكية برزت من الساق للحماية أو زيادة السطح قليلاً، ثم دخلتها حزم وعائية لاحقاً. هذا يرينا أن التطور لا يصنع الأشياء من العدم، هو يعدل على الهياكل الموجودة سلفاً. الأوراق ليست اختراعاً واحداً، بل لها أصول مختلفة. طيب، وصلنا الآن إلى الخطوة الأخيرة قبل البثور. نعم، الخطوة الاستراتيجية الكبرى. النبات يقف ولديه أوراق، لكنه لا يزال يرمي جراثيمه ويعتمد جزئياً على الرطوبة. إذن، ماذا يعني كل هذا؟ ما هي الحيلة البيولوجية التي مهدت لظهور البذور؟ الانتقال من إنتاج جراثيم متجانسة إلى طائفة متباينة الجراثيم، مثل رتبة السيلاجينياليات أو نبات السيلاجينيلا. النبات أصبح ينتج نوعين من الجراثيم: جراثيم صغيرة وكبيرة. صحيح، جراثيم صغيرة تنتج نباتاً مشيجياً ذكرياً، وجراثيم كبيرة تنتج نباتاً مشيجياً أنثوياً. قد يبدو هذا مرهقاً ومعقداً جداً للطبيعة. إنتاج نوعين بدلاً من نوع واحد، أليس تبسيط الأمور أفضل للبقاء؟ إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن هذا التعقيد هو قمة الكفاءة. تصغير المشيج الذكري ليصبح خفيفاً وسهل الانتقال مع الرياح،
بينما احتفظ المشيج الأنثوي بحجم كبير لملئه بالغذاء. يعني التضحية بالعدد من أجل الجودة في الأنثى؟ بالضبط، اختزال عدد الجراثيم الكبيرة إلى واحد فقط داخل الحافظة هو البروفة التطورية العظمى لتكوين البذرة التي نراها لاحقاً في معرات البذور. حيث تصبح البذرة بمثابة مشيج أنثوي حامل للجنين ومغلف بغلاف واق. يا للروعة! إذن لتلخيص هذه الرحلة بسرعة لطلابنا، نحن بدأنا بثالث منبطح يعتمد كلياً على الماء للتكاثر، ثم طورنا أنسجة متباينة للحماية والتهوية، وابتكرنا أنابيب وعائية البلاجنين للوقوف الشامخ، وأوراقاً مختلفة لاصطياد الضوء بفعالية. وصولاً إلى فصل الجرثومي الذي مهد لسيادة البذور لاحقاً. بالنسبة لطلبة البيولوجي، دراسة هذه المراحل ليست مجرد سرد لتاريخ حفري. بالتأكيد لا، هي دراسة للحلول الهندسية والبيولوجية العبقرية التي سمحت للحياة بالخروج من المحيطات، وبدونها لم تكن الأرض لتشهد أي شكل من الغابات ولا الحياة الحيوانية والبشرية. والفائدة التطبيقية لذلك في الزراعة الحديثة مذهلة، أليس كذلك؟ جداً. فهم هذه التحولات يساعد علماء اليوم في استنباط محاصيل تتحمل الجفاف والملوحة بناء على نفس آليات التكيف القديمة التي طورتها هذه النباتات. وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة مثيرة للتفكير نود أن نشاركها مع المستمعين. إذا كانت هذه النباتات الرائدة قد تكيفت بصعوبة بالغة عبر ملايين السنين، وتغيرت أطوارها من المشيجي إلى الجرثومي لمواجهة جفاف اليابسة البدائية، فكيف ستستجيب أجهزتها الوعائية وتراكيبها التكاثرية المعقدة لتحديات التغير المناخي المتسارع اليوم؟ بالضبط. شيء يدعو للتأمل العضوي حقاً في مستقبل كوكبنا. هل ستتمكن من التكيف بهذه السرعة الخيالية؟ سؤال نتركه لأذهانكم. شكراً جزيلاً لمرافقتكم لنا في هذه الجلسة العميقة. شكراً لكم، ونلقاكم في الغوص العميق القادم.